ازيكم يا صيادلة؟ عاملين ايه؟ معاكم صيدلي احمد علاء الدين محمد. زي كتير منكم درست في مصر، بس الميزة ان احنا اخدنا اساسيات الكلينيكال بدري شوية. اشتغلت في الصيدلات العامة او الكوميونيتي فارماسيز لمدة 10 سنين تقريبا يعني. الفكرة كلها ان احنا بدأنا ان احنا ناخد الحاجات اللي احنا درسناها في الكلية نطبقها على الشغل في الصيدلية الكوميونيتي. طبعا الفرق كبير جدا بينك وبين اي حد تاني. الفرق ده بيتمثل في ايه؟ ان انت المادة الفعالة نفسها خلاص انت عارف عنها كل حاجة، عارف امتى بتتاخد امتى بتتاخدش. الكلام ده هنبدأ نتكلم فيه مع بعض. نبدأ نتكلم على مادة. هنتكلم في الأول على الأوتو سي دراجز أو الأدوية اللي احنا بنطلعها عادي في الصيدلية من غير استشارة الدكتور. هي دي الأدوية اللي في الغالب بيجي لك بيشنت أو عميل محتاج دواء، فبتطلع له الأدوية دي من عرف قبل ما تمد إيدك على أي علبة بنادول أو أي علبة كوميتريكس أو أي علبة كتافلام. في الأول لازم تاخد الباك جراوند اللي تأهلك ان انت تعمل كده. احنا بناخد الباك جراوند دي، بنعرف ان الكتافاست مثلا او كتافلام ممكن يعمل ألسر مثلا في المعده، فبالتالي ما نديهوش لحد يكون عنده ألسر. انما ما عندناش فول ديتيلز بتاعه الماده الفعاله دي. احنا بقى هنا هنتكلم على ماده فعاله وهنبدا نسرد عنها كل حاجه. هنتكلم على الماده الفعاله نفسها، هي في مجموعه ايه الحاجات التانية اللي ممكن تتاخد مكانها، امتى بتتاخد وامتى بتتاخدش، ايه البريكوشنز بتاعتها، كاتيجوري بتاعها في البريجنانسي، اخبارها ايه مع البريست فيدنج، هل في بريكوشنز معينه ان انا ما استخدمهاش او كده او بتاع، او في سبيشال بيبيوليشن ان انا اعمل لهم زي الانفانتس وزي الالدري بيشنتس وزي الهايبرتنسيف بيشنتس وزي الدايابيتك بيشنتس. هنبدا نتكلم على السايد افكت بتاعت الدواء. هنبدا نتكلم على ازاي اعمل دوزنج للدواء، وازاي ان انا ما اتخطاش الماكسيمم الاود دوز، وايه هي الماكسيمم الاود دوز لكل ماده فعاله. ازاي اعمل سيجمنتيشن للدوز بتاعتي او فريكونسي للدوز بتاعتي، اديله مرتين ولا 3 مرات ولا 4 مرات ولا 5 مرات، وبناء على ايه. ازاي من الاصل ان انا اعمل دراج سelection للحاله اللي عندي، امتى اريفير تو فيزيشن، امتى اودي المريض للطبيب بتاعه، وامتى اتعامل معاه. الامور اللي زي كده كلها، واهم منها بقى الدراج انتر اكشن. الحته دي هي دي الحته الفرق الاساسي ما بين الصيدلي وما بين الناس التانية كلها. كل اللي في المجال الطبي ممكن يعمل دراج سelection، او معظمهم يعني ممكن، يعني الدكتور ممكن يعمل دراج سelection. الناس التانية اللي موجودة في الصيدليات برضو ممكن يعملوا دراج سelection كويس، وفي الاخر نسبة الايرور هتبقى قليلة لانه بيعتمد على الخبرة. لو احنا بنتكلم فيه كعلم مش كخبرة، هناخد الخبرة في الحته اللي ما فيهاش ريفرنس. هقول لك ان ده من خبرتي او ده من واقع خبرتي في السوق، والكلام ده مجرد كلام سنس، انما في الغالب هيبقى فيه ريفرنس نرجع له في الدوزنج وفي كل حاجه. احنا دلوقتي هنتكلم عن المواد الفعاله واحده واحده، وهنبدا بالاوتو سي دراجز. شعارنا في المرحله اللي جايه هو صيدلي داخل الصيدليه بدرجه دكتوراه.